السلام عليكم، أهلا بكم في صفحتكم. نقدم لكم برنامجا حول فتح مكة المكرمة ونعتذر عن بعض الصور. بعد أعوام من الصبر والابتلاء اقتربت لحظة النصر وفتح مكة. جيش عظيم يقوده رسول الله 10,000 مؤمن يسيرون نحو الحقيقة. هذا الضوء العظيم في الوادي، الجيش محمد يقترب. ما هذا الدبوة العظيم في الوادي؟ الجيش محمد يقترب. لقد كان أعظم جيش يدخل مكة بلا ظلم ولا انتقام. لقد كان أعظم جيش يدخل مكة بلا ظلم ولا انتقام. لقد كان أعظم جيش يدخل مكة بلا ظلم ولا انتقام. يا أبا سفيان، لقد جاء يوم الرحمة. Brothers, ignite the fires of faith. وفي تلك الليلة أدركت قريش أن زمن الظلم قد انتهى. وقف أبو سفيان مذهولا أمام جيش لم يهزم. جيش يسير في صمت يحمل رسالة النور لا الانتقام. الله، واي، والله ما رأيت ملكا كهذا. لقد انتصر محمد. وفي تلك اللحظة بدأ قلب أبي سفيان يدرك الحقيقة. يا أبا سفيان، أسلم تسلم، فهذا يوم النور. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهكذا دخل الإسلام قلب قائد من أعظم قادة قريش. ننتقل الآن إلى تقرير خاص حول فتح مكة. اقتربت اللحظة التاريخية، لحظة دخول مكة بلا حرب. وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من القصة. إذا أعجبكم السرد ضعوا كلمة تم في التعليقات لنستمر في السرد. شكرا لكم على حسن تتبعكم، وهكذا قد نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من القصة. إذا أعجبكم السرد ضعوا كلمة تم في التعليقات لنستمر في النشر.